بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بكم. في الفيديو ده هنتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ واسباب رحيله عن منصب مدير الكوره في النادي الاهلي. هركز على تفاصيل مهمه جدا، فياريت تكمل معايا الفيديو للاخر. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل متابعه ومشاركه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا ان شاء الله الفتره القادمه. طبعا النادي الاهلي اعلن بشكل مفاجئ رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ وتولي كابتن خالد بيبو في منصب مدير الكوره، وطبعا كابتن وليد سليمان بقى يعني دلوقتي هو رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. الخبر ده كان مفاجأة بالنسبة لنا كلنا طبعا يعني. قبل ما اخوض في التفاصيل، لا، كابتن سيد عبد الحفيظ يا جماعة راجل خبرة، محب جدا للنادي الاهلي، ما عملش اي مشكلة قبل كده، راجل يعني بيشتغل بكل اخلاص في القلعة الحمراء من ابناء النادي الاهلي، بيدافع عن الكيان. مش فاهم ازاي كابتن الخطيب يتخلى عن سيد عبد الحفيظ بالسهولة دي. اكيد هم عرضوا عليه انه يشتغل في شركة الكورة او في لجنة التخطيط، ولكن ليه اصلا سيد عبد الحفيظ يرحل عن منصب مدير الكورة؟ هو راجل مدير، هو راجل ادارجي، يعني عنده خبرة في المكان ده، بيعرف يسيطر، عنده شخصية قوية. فانا الصراحة مختلف مع كابتن الخطيب في الموضوع ده. قليل جدا اني انتقد مثلا كابتن الخطيب، لان انا بحبه اصلا، يعني الخطيب بحبه وسيد عبد الحفيظ بحبه جدا جدا. فالموضوع بالنسبه لنا مفاجاه وصعب على كل جمهور النادي الاهلي. دلوقتي هقول لك اسباب اقاله سيد عبد الحفيظ، وخلي بالك المعلومات دي من داخل النادي الاهلي. اولا، الرد على نادي الزمالك بشكل مستمر والتركيز الدائم على قصف الجبهات. ثانيا، كثرة المشاكل بين كابتن سيد وبعض لاعبي الفريق وإهمال أدواره الأساسية في النادي. الواقعة الأخيرة، عدم متابعة البرنامج العلاجي لأكرم توفيق في قطر. ثالث سبب، حدوث مشادة كلامية بين حسام غالي وسيد عبد الحفيظ في وقت سابق، مما أدى إلى مطالبة غالي رحيل كابتن سيد. رابع سبب والأخير، مطالبة كولر تغيير مدير الكورة في الموسم الجديد بسبب عدم السيطرة على بعض نجوم الفريق. طبعا دي أسباب إقالة كابتن سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكورة. الأسباب الحقيقية بقى واللي أدت إلى رحيله فعلا حسام غالي ومارسيل كولر. اولا كده كولر طلب رحيل احمد ابو عبله، دكتور احمد قال لك انا مش محتاجه، هو مش عارف يتعامل مع الاصابات، لازم يمشي، والاداره بتنفذ طلبات كولر. فكده دكتور احمد ابو عبله رحل عن النادي الاهلي، وكابتن سيد عبد الحفيظ مشى من منصبه، وكابتن الخطيب مش بيرفض طلب لكولر. خلونا بقى نشوف المدرب ده هيعمل ايه مع النادي الاهلي. هيفوز بكاس العالم للانديه، هيحقق كل البطولات المتاحة. على فكرة كولر مدرب كويس، ولكن محظوظ جدا جدا جدا. خلي بالك بعيدا عن اي حاجة بقى، يعني بعيدا عن كابتن سيد واحمد ابو عبلة واي شخص، كولر دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات ده نادي الاهلي كان ممكن يخرج من دور المجموعات لولا اطهر الطاهر ضيع ضربة الجزاء للهلال السوداني. كولر في كاس مصر الموسم ده قدام المصري، نادي الاهلي كان سهل جدا يخسر 2 أو 1، كان سهل جدا لولا تهور من الياس الجلاصي داخل منطقة الجزاء. انا بحب الاهلي وعاوز النادي الاهلي يكسب كل البطولات، ولكن برضو لازم نشتغل بالعقل شوية، يكون في منطق. حسام غالي مش مقتنع خالص بسيد عبد الحفيظ، قال لك ده دون المستوى، ما عندوش كفاءة، ما عندوش خبرة، سيد لازم يمشي. الكلام ده بناء على معلومات موثوق منها من داخل النادي الاهلي. كولر بيقول ان سيد عبد الحفيظ يعني انتهى دوره مع النادي الاهلي، ولازم الاهلي يتعاقد مع مدير كوره يكون شخصيته اقوى، يتعامل افضل، يسيطر على النجوم، وهيكون في لاعب اجنبي كمان بجانب ديانج ورضا سليم ومعلول وكل الاسكواد يعني. فدي التفاصيل الكاملة بخصوص رحيل وإقالة كابتن سيد عبد الحفيظ. أما عن أحمد عبد القادر، طبعا عبد القادر ده لاعب، يعني هو لاعب كرة قدم في النادي الأهلي. حلو. أحمد عبد القادر يا جماعة بيرد على معظم التعليقات، هو مركز قوي في الانتقادات والكلام اللي بيتقال عليه من الجمهور،
والكلام ده مش مطلوب خالص. ردك يكون في الملعب بس يا صاحبي. يعني معلش، احمد عبد القادر نجم كبير، عنده مهارات، عنده موهبه ما شاء الله، من احرف 5 لعيبه في الدوري المصري. ليه انا اركز بقى مع الجمهور؟ وليه اتهم الصفحات انها بتقبض وانها بتاخد فلوس عشان تعلي اللعيبه وتصيط لعيبه؟ ازاي؟ على فكره انا بتكلم عن نفسي، الحمد لله. اهم حاجه بالنسبه لي مصلحه النادي الاهلي، مصلحه الكيان. بندافع عن النادي الاهلي، بننتقد احيانا في اللاعبين من اجل مصلحه الفرقه بشكل عام. نقطه تانية بخصوص عبد القادر، برضو هو لاعب مميز جدا على المستوى الفني، على المستوى المهاري، حريف، مراوغ، دريبلر، سريع، ما شاء الله عنده قدرات ممتازه. اي لاعب يتمنى انه يكون عنده المواصفات دي. احمد عبد القادر اهم حاجه بالنسبه لنا، هكرر تاني، مصلحه الفريق. انا لاعب في النادي الاهلي فرد، كره القدم لعبه جماعيه، لازم اوظف مهاراتي دي في مصلحه الفريق. تمام؟ انا بنتقد يعني انا بتكلم بكل امانه بكل صدق. ما ينفعش ارقص وارجع تاني ارقص وراوغ وبعد كده الكره تتقطع. طب ما يكون عندك قرار سريع، العب السهل، خليك اسرع من كده، باص، طلع الكوره واصنع اهداف. ارقامك مش جيده، ارقام عبد القادر مش حلوه خالص مع النادي الاهلي. فيا ريت انت تشتغل في صالح الفريق انت كمان. لان خلي بالك برضو البوست اللي نزله في الفتره الاخيره النهارده، قال لك في صفحات بتقبض، في لاعيبه بتقبض، في لاعيبه بتتصيط من خلال الصفحات. برضو البوست ده يدين سيد عبد الحفيظ. انت مش عارف تسيطر ليه؟ اللاعب ده ليه بينزل كلام زي ده؟ ازاي؟ طب وازاي في لاعيبه بتقبض؟ ليه انت مش مسيطر على غرفه الملابس؟ كلام زي ده بيتقال. طبعا هرجع تاني، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد، اداره النادي الاهلي عرضت عليه انه يشتغل في شركه الكوره او نائب رئيس لجنه الكوره، الشركه او اللجنه الفنيه، للاستفاده من خبراته الكبيره. يعني هو خبره فعلا كابتن سيد، وانا زعلان جدا انه مشي من المنصب ده بكل امانه. يعني كابتن سيد بحبه بشكل شخصي، بحبه بشكل مهني. اكيد هو خبره، اكيد هو راجل محترم، محب للكيان، محب للفريق، ما عملش مشكله، ما عملش ازمه، بيرد. ايه المشكله لما يرد على الزمالك؟ ايه المشكله لما يرد بادب واحترام؟ ايه يعني يا عم؟ طب ما هو قبل كده اداره نادي الزمالك بتشتم في الخطيب، هو الراجل بيطلع يتكلم بكل ادب، بيرد بكل احترام في الاطار الكروي بس. يعني كابتن سيد عمره ما بيغلط، ودي الميزه فيه. انا بحبه عشان هو عمره ما بيتجاوز، بيتكلم بكل ادب واحترام. قصه قصف الجبهه دي بتيجي بقى، انت فاهم، يعني بتيجي من بطولات، بتيجي من ارقام، بتيجي لوحدها كده، لكن هو مش قاصد يفتعل مشاكل مع اداره الزمالك او مع اتحاد الكره. والراجل بيتكلم في الاطار الكروي الفني فقط لا غير. اكيد احنا لازم ندعم كابتن خالد بيبو، وليد سليمان طبعا في الناشئين. كابتن خالد يعتبر برضو يعني عنده تجربة كبيرة في النادي الاهلي في قطاع الناشئين، ولكن هو ما عندوش الخبرة الكافية في قصة مدير الكورة. هنشوف الفترة الجاية. في كل الاحوال احنا لازم ندعم القرارات والادارة، بس احنا بنوثق وجهة نظرنا فقط لا غير. يعني اهم حاجة مصلحة الفريق. لو النادي الاهلي يتطور في الموسم الجديد بقرارات كولر، بطلبات كولر، خلاص انا معاك. ولكن ازاي انت تمشي سيد عبد الحفيظ بعد الوقت ده كله وتجيب خالد بيبو اللي هو لسه يعتبر مش خبره قوي وتقول في مصلحه الفريق؟ معرفش. وازاي احمد ابو عبله يمشي ويجي مكانه واحد دكتور تاني؟ فالموضوع صعب شويه، الموضوع فعلا صعب. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك ومتابعة ومشاركة، وقول لي بقى رأيك في التعليقات عن إقالة كابتن سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكورة. شكرا لكم، السلام عليكم.